السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض مربى الجزر بأحلى وأجمل طريقة بمقادير مظبوطة. اليومين دول الجزر كتير جدا في السوق وأسعاره معقولة جدا. أتمنى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة. أنا معايا 2 كيلو من الجزر، غسلته كويس وقشرته وبقى زي الفل معايا كده. معايا 800 جرام من السكر، ومعايا كيلو من البرتقان. نوعية البرتقان اللي أنا استخدمته هو البرتقان السكري، بيكون مسكر وبيكون حجمه صغير شوية عن البرتقان التاني. ومعايا عصير ليمونة، وهجيب الكبة بتاعتي علشان أطحن فيها الجزر. هحط كده كمية الجزر في الكبة، بس قبل ما احطها اقطعها لحلقات علشان اساعد الكبة بتاعتي في الطحن. هطحنها كويس جدا. ممكن لو احنا مش متوفر عندنا الكبة او مش حابة تعملي في الكبة، ممكن هنعملها على المبشرة هتدينا نفس النتيجة. المبشرة بس لو عملناها على المبشرة هنعمل الجزر سليم، مش هنقطعه علشان نعرف نمسكه كويس ونبشره. دلوقتي انا خلصت كده اول شوية من الجزر، وببولة هبدأ ان انا انزل كمية الجزر اللي انا طحنتها. هرجع تاني الكبة مكانها وهنزل سلاح التقطيع، وهحط كمية كمان من الجزر. طبعا نوعية الجزر اللي انا استخدمته هو الجزر السكري. نزلت كده بكمية من الجزر، هقفل الكبة وهبدأ ان انا اطحنه. طبعا زي ما قلتلك حبيبتي ممكن هنعمله في المبشرة لو انت مش حابة تستخدمي الكبة. ومربى الجزر من المربات الجميلة جدا، ان شاء الله لو جربتيها هتعوزي تعمليها على طول. في الوقت ده انا طحنت تاني كمية من الجزر، وهنزل بالكمية كده في البولة. هطحن اخر كمية كده من الجزر وهنزل بيها كده في البولة. وكده كمية الجزر بتاعتي خلصت. في الوقت ده انا هعصر البرتقال بتاعي، هقشره كويس وهقطعه قطع صغيرة وهحطه في الخلاط مع نص كوباية من المية وهطحنه كويس. وبعد ما اطحنه هصفيه، هيبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. وده عصير البرتقال المركز. ممكن هنعمله في العصارة لو انت حابة تعمليه في العصارة في حلة. وهنزل كده بكمية الجزر بتاعتي كلها، وهنزل بعصير البرتقال المركز اللي انا عملته في الخلاط. وطبعا اضافة عصير البرتقال بيدي نكهة جميلة جدا لمربى الجزر. وكمية العصير اللي انا حطيتها هي حوالي كوبايتين من عصير البرتقال. هقلب دلوقتي عصير البرتقال مع الجزر، وهنزل دلوقتي بكوبايتين من المية بدرجة حرارة المطبخ. دي الكوباية الأولى ودي الكوباية التانية. يبقى أنا كده نزلت بأربع كوبايات كبيرة من السوائل على الجزر. 2 عصير برتقال و2 مية. هقلب كده الجزر مع المية ومع عصير البرتقال اللي أنا حطيته. وطبعا ممكن نقدر نعملها بالمية كلها، بس إضافة عصير البرتقال بيديني نكهة جميلة جدا للمربى وطعم جميل. دلوقتي هحط كده المربى على النار، على نار متوسطة. ودلوقتي هي بدأت معايا كده في الغليان. ونوعية المربى دي ما بتعملش رغوة فوقها ولا أي حاجة، بتبقى جميلة جدا. وإضافة السكر مش هضيفه دلوقتي، أنا هسيبها على النار لحد ما تتسلق، لحد ما الاقي الجزر كده استوى. هبدأ في الوقت ده ان انا اضيف السكر. شايفينه معايا كده الجزر كده استوى وبقى جميل. الوقت ده هبدأ ان انا اضيف السكر. والسكر اللي معايا هو 800 جرام من السكر. طبعا السكر معايا هيدوب بسرعة من درجة حرارة الجزر معايا. هقلبها كده شوية، هلاقي السكر يدوب على طول. ونستخدم يكون سكر أبيض، ما يكونش سكر يكون لونه داكن، لأن السكر الأبيض بتفضل المربى بلونها. لكن لو كان السكر لونه داكن فالمربى لونها بيغمق درجة.
دلوقتي أنا غطيت عليها وسبتها حوالي ربع ساعة على نار هادية، وبعد ربع ساعة كشفتها وهبدأ إن أنا أقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. هسيبها حوالي 5 دقايق وهرجع تاني معاكم. وبعد 5 دقايق كشفتها كده بقت تمام. هقلبها، ودلوقتي هنزل بعصير الليمونة أو ملح الليمون. هنزل بربع معلقة من ملح الليمون، ودي مادة حفظ حلوة جدا للمربى أيا كان الليمون أو ملح الليمون. هنزل بعصير الليمونة، وممكن ان احنا نضيف نكهات تانية للمربى. ممكن نحط فيها حبايتين من القرنفل أو من المسمار، هتبقى هيديها ريحة جميلة. بس أنا هنا اكتفيت بعصير البرتقال. وممكن كمان نحط مكسرات، هتبقى جميلة جدا. دلوقتي أنا غطيتها وهسيبها من 5 ل7 دقايق على النار، وبعد 7 دقايق هكشفها وهقلبها كده كويس. وكده هتبقى معايا كده المربى خلصت. هبدأ ان انا اطفي عنها النار وهسيبها تبرد علشان اعبيها في البرطمانات. ودلوقتي المربى بتاعتي بردت، هعبيها في البرطمانات انا عقمتها كويس جدا، غسلتها بالمية السخنة وجففتها كويس، وبقت معايا زي الفل زي ما انتوا شايفينها كده معايا. هجيب معلقة علشان اعبي المربى، بشرط تكون المعلقة جافة تماما مفيهاش اي مية، لان دي من الحاجات اللي بتخلي المربى بتاعتنا تفسد. هعبي كده في البرطمانات، وطبعا مش هخلي فيها اي فراغ اثناء تعبية المربى في البرطمان بالمعلقة كده. وهبدأ ان انا انزل بالمربى لتحت، علشان ده برضو سبب من اسباب اللي بتخلي المربى بتاعتنا تفسد. همسح كده بالمنديل، همسح كده البرطمان من فوق، وكده هيبقى معايا زي الفل معايا. هبدأ في تعبية البرطمان التاني زي ما انتوا شايفين كده معايا، وأعبي باقي البرطمانات كلها وهرجع تاني معاكم بنفس الطريقة. المربى بتاعتي عبت حوالي 6 برطمانات، وباقي كمان معايا في الحلة. شايفين ما شاء الله مفيش اي حاجة لازقة في قاع الحلة، ده بيدل ان تسويتها تسوية مظبوطة. شايفين معايا لونها ما شاء الله جميل جدا. ودلوقتي الفيديو بتاعي خلص. اتمنى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة، وتسيبيلي كده رأيك في التعليقات. وفي نهاية الفيديو استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.